ظهر الحق في تقرير المراقب الليبي، علشان كل طفل من الإعلاميين المغاربة الصغار عقلا والصغار في اللعب النظيف يعرفوا ان الجرائم اللي ارتكبت في استاد القاهرة كانت من جمهورهم من جمهور الجيش الملكي المغربي، وان اللي عمله جمهور النادي الأهلي كان مجرد رد فعل على شغب واستفزازات ومهاترات للمئات من جماهير الجيش الملكي اللي القاهرة العظيمة فتحت لهم أبوابها بكل ترحاب وأحضان. جمال أنبي المراقب الليبي للمباراة كتب في تقريره وبكل الوضوح إن المباراة كانت تسير طبيعية ونظيفة. كلمة نظيفة دي مهمة جدا. كانت تسير طبيعية ونظيفة حتى منتصف الشوط الأول، عندما بدأت أعمال